هي كلها بتأنن ليه يا جدعان؟ يا جدعان انت بتلعب في نهائي، لو انت هتجيب الجون بنسبة 90% وصاحبك زميلك اللي يعني اللي هتبصيها له هيجيبها بنسبة 91% فاديها له. المفروض تعمل كده. ده في نهائي، انت مش كسبان فرق 5 بقى وكل واحد بيجرب ويشوف. يا عم باص خلينا نكسب. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. والنهارده النادي الاهلي طلع بالتاني افضل نتيجه كان ممكن يطلع بيها في الاستاد دوت. تقول لي اشمعنى التاني افضل نتيجه؟ يعني لوجيك، افضل نتيجه كان ممكن يطلع بيها ان هو يكسب. دي اول حاجه. ويا سلام بقى لو كان كسب باهداف كتير، ويا سلام قوي 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 لو الراجل دوت كان كسب باهداف كتير بكلين شيت. فاللي هو انت تبقى اسعد انسان في الكون لو انت اهلاوي. بس عشان ما نسرحش كتير بخيالنا، فالنادي الاهلي طلع بالتاني افضل نتيجه ان هو ما خسرش. يعني انا رحت هناك وحافظت على الكلين شيت بتاعي، وهرجع هنا المفروض في القاهره اخلص النهائي بتاعي. بس كان في حاجه عايز اوضحها. يعني انت كنادي اهلي انت بتلعب، يعني اول حاجه ان انت ما يخش فيك اهداف. طبيعي انت بتلعب نهائي وبتلعب بره ارضك، فطبيعي اول حاجه تفكر فيها ان ما يخشش فيا اهداف. ماشي، انت بتلعب يا عم دفاع وبتلعب هجمه مرتده، بس لما تجيلك هجمه مرتده المفروض لو جات لك نص كوره، مش هقول لك هجمه ولا نص هجمه، تجيب منها جول. انت عندك الشوط الاول ما كانش فيه منه خالص. يعني انت لو ما شفتش هجمات للنادي الاهلي، بل ربنا كرم النادي الاهلي وكان في كوره كده باول 5 دقايق تقريبا كانت هتخش جول وش، ولكن العنايه الالهيه كده نزلت على النادي الاهلي وربنا استر معاك. تمام. النادي الاهلي بقى كان فين في الشوط الاول؟ انا مش عارف. يعني هتقول لي طب ليه؟ هقول لك حاجه بس بسيطه. يعني انت خسرت نص الملعب، فانت كده خلاص ما بقاش عندك نص ملعب، وبالتالي خسرت الهجوم. فانت الاهلي اصلا ما كانش بيهاجم في الشوط الاول. الاهلي ما شاتش الكوره واحده بس ما بين الثلاث خشبات على مرمى الترجي. يعني انت لاحظتها ولا ما لاحظتهاش؟ اكيد لاحظتها. يعني دوت ليه؟ لان انت ما كانش عندك فيه نص ملعب موجود. انا مش عارف نص الملعب كان بيعمل ايه. يعني شويه الكلام دوت اتغير. الشوط الثاني انت بتلعب على هجمه مرتده، انت جات لك بدل الكره 2. هتقول لي اول كره اللي هي بتاعته يسبل على الراجل، جاي لك الكره من على الطرف، ماشي يعني ربنا كرمك ودخلت بيها. باصي يا عم، باص الراجل في قلب ال 18 فاضي، اديها له وحطها في الجون. انت ليه بتأنن؟ يعني ما تأنن. انت طب انا بقول لك انت راجل حلو، انت راجل رقم 9 اللي انا بتمنى اشوفه في النادي الاهلي من فتره كبيره. ما يعني بجد، ومش بطبل لحد، بس ليه في الكوره دي انت ما بصيتش؟ ما تباصي يا عم. مش لازم انت اللي تجيب الجون، يعني لازم انت اللي تاخد البطوله، لازم انت اللي تكسب الماتش. يعني مش لازم انت بقى اللي تجيب الجون. ممكن انت في 11 لاعب بيلعبوا معاك، في 10 لعيبه بيلعبوا معاك، خلي حد منهم عادي يجيب الجون. نفس اللي حصل برضو في هجمه شبيهه، يعني هجمه كربونه، بس باختلاف بقى مين؟ امام عاشور. طب ما تلعب يا عم، ما تباصي. هي كلها بتأنن ليه يا جدعان؟ يا جدعان انت بتلعب في نهائي، لو انت هتجيب الجون بنسبه 90% وصاحبك زميلك اللي يعني اللي هتبصيها له هيجيبها بنسبه 91% فاديها له. المفروض تعمل كده. ده في نهائي، انت مش كسبان فرق 5 بقى وكل واحد بيجرب ويشوف. يا عم باص خلينا نكسب. هم دول الهجمتين اللي جولك. يعني لو هتفكر كمان في هجمه ثالثه، فهي ما كانتش هجمه قوي. اللي هو كان في اوفر كده، المفروض ان هو كان بيرستاوي يستلمها. بيرستاوي لو استلمها الراجل هيبقى مش انفراد، ده هيبقى هو والجون على حدود ال6. يعني اللي هو كان يغمض ويشوط هتيجي جون، ولكن يعني ربك ما ارادش ان هو يستلمها. انت بالنسبه لك كنادي اهلي ما كانش عندك فرص كتير، ولا جات لك هما 2 فكان لازم تستغلهم باسلوب احسن من كده. بالنسبه لهجوم النادي الاهلي، بالنسبه لدفاع النادي الاهلي فانا راضي جدا. يعني الراجل طلع بكلين شيت، وتقفيل دفاعي كان 10/10. يعني كان في كام هجمه حصلت عليك بس انت ما خليتش الخطوره توصل لمرمى شوبير، فدي نقطه طب. وبامانه اللي ساعدك على كده البطء الشديد اللي كان عند الترجي. الراجل تحس ان هو كان مريحك. حاجه اخيره، اعتقد ان ربنا كرمنا. الحمد لله احنا في كرم ربنا كبير، ولكن ربنا كرمنا ان معلول بالنسبه يعني لوجهه نظر الشخصيه المتواضعه، يعني اللي انت ممكن تاخد بيها او لا، ان معلول طلع في اول الماتش. ليه؟ لان كان في اصلا كوره جت في ظهر معلول، كانت شوارع كان ممكن يجيب منها بدل الجون 2-3. فالراجل في اول 10 دقايق تقريبا اتصاب، وربنا كرمنا بيه عشان كان هيتعمل عليك شغل كبير قوي. يعني احنا عارفين ان معلول هجوميا معلوش كلام، الراجل نار على زيت حار، لكن في الدفاع احنا عارفين. اوفر اول نتيجة شبه ممتازة للنادي الاهلي. راجل خرج بكلين شيت، راجل يعني هيلعب وهيخلص النهائي في القاهرة، فالدنيا بالنسبة له حلوة وبس. واخيرا ولا اخيرا كان معكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي، انت متأخر قوي يا عم، انت متأخر. اعمل سبسكرايب وفعل الجرس ها. ولو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط. هتلاقي هناك ستوريهات ومقالات، وهتلاقي بص وبوستات، هتلاقي حاجات كتير قوي هتعجبك ها.
فتعال.